بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صيام رمضان يربي النفوس المؤمنة على كل خير، بل ويربي المجتمع على طاعة ربه. ولذا أيها المسلم في رمضان اهتم في حياتك بتربية نفسك على طاعة الله، واهتم بتربية أولادك على العبادات العظيمة التي لها أثرها في القلوب والنفوس. ومن تلك العبادات المثمرة الصلاة، فلتكن في شهر رمضان محافظا عليها أشد المحافظة على الفرائض ثم أشد المحافظة على الفرائض ثم النوافل كقيام رمضان، بل ورب نفسك على المحافظة على الصلاة، لقول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون. واعلم أنك إن أهملت في الصلاة المفروضة فأنت في الصيام أكثر إهمالا مهما ادعيت المحافظة عليها. حافظ على الصلاة بطهارتها وخشوعها وواجباتها وأثرها عليك، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب أولادك المميزين على الصلاة في رمضان وفي غيره، وهذه التربية الواجبة بأمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وبضربهم عليها إذا بلغوا 10 سنين إذا امتنعوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رب أولادك التربية المسنونة على صيام شهر رمضان، وهذه التربية للأولاد المميزين من الذكور والإناث، والاجتهاد في أن ينشأ الولد على طاعة الله. وقد قالت الربيع: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وهذا في عاشوراء لما كان واجبا. وكذلك رمضان، فإننا يشرع لنا أن نربي أولادنا على صيامه. وإذا كنت أيها المسلم لك أولاد مميزون ودخل عليكم شهر رمضان، فاجتهد أن يصوموا رمضان، واستعد لهم ببعض اللعب التي يتسلون بها عن الطعام والشراب. واحذر من اللعب المحرمة كالتماثيل وأدوات الموسيقى والغناء أو الصور ونحو ذلك. وليقم الأب والأم في البيت بالتعاون على هذه التربية للأولاد، ومنح الجوائز للأولاد من الذكور والإناث في شهر رمضان. ولتكن الأم عينا على الأولاد بالمتابعة في البيت حسب الاستطاعة، وليكن الأب كذلك حريصا على الذهاب بالأولاد الذكور معه إلى المسجد ويذهب بهم إلى المسجد. وليعلم الوالدان أن لتربيتهما أثرا بإذن الله، وعليهما أن يتوكلا على الله، ويلجأ كل واحد منهما إلى ربه ويدعو لأولاده. وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الأب والأم، اعملا برنامجا لأولادكما في رمضان بحيث يكون مسليا ومفيدا ومتناسبا مع أعمار الأبناء والبنات ومستوياتهم، ومشوقا لهم ومرغبا في طاعة الله، ومقبحا الذنوب والمعاصي. واعلم أنكم مسؤولون عن الأولاد يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيها الأب والأم،
ادعوا لأنفسكما ولأولادكما وأنتما صائمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. ربيا أنفسكما على دعاء الله في كل وقت وعلى اغتنام أوقات الإجابة، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، والحمد لله رب العالمين.